ازيكم يا محترفين؟ معاكم سعيد، والنهاردة أنا جاي أقدم لكم حلقة من أهم الحلقات اللي ممكن تشوفوها في شغل الخياطة. موضوع بسيط في شكله، لكن بيفرق في جودة الشغل وسرعة الإنتاج وراحة الماكينة وحتى نفسيتك وانت شغال. الموضوع هو اختيار الإبرة الصح للقماشة الصح. اسمعني كويس، لو بتشتغل من سنين ولسه الإبرة بتتكسر والخيط بيتقطع والقماش بيتسحب، يبقى 90% من مشاكلك من الإبرة بس. والنهاردة أنا هخلي النقطة دي سهلة جدا، بحيث بعد الفيديو ده مش ممكن تختار غلط تاني. رقم واحد معانا، يعني إيه رقم الإبرة؟ بصوا يا جماعة، الإبرة مش مجرد حاجة بتركبها وتشتغل. الإبرة هي مفتاح اللي بيدخل القماش تحت التحكم، وكل إبرة ليها رقم. وطبعا الرقم ده مش ديكور أو منظر، لأ، الرقم ده بيعبر عن السمك، القوة، وطريقة دخولها في القماش. الأرقام الأشهر عندنا اللي احنا بنستخدمهم 12، 14، 16، 18 و20، وكل رقم معمول له قماش معين. ازاي؟ يعني انت مثلا عندك 12 سمكها أخف من 14، و14 سمكها أخف من 16، وهكذا لحد ما نوصل ل20. وخلينا اشرح لك بقى بشكل أقرب ليكم. نفس الكلام على الإبرة بالظبط. رقم صغير يعني إبرة رفيعة قماش خفيف، رقم كبير يعني إبرة تخينة قماش تقيل. وأكتر غلط بنشوفه إن واحد يجيب إبرة 18 ويحطها على الشيفون. الشيفون ده يا جماعة قماشة خفيفة قوي، محتاجة إبرة ضعيفة أو رقيقة علشان لما تدي غرز في القماشة بعد ما تيجي تفتحها كده وتشوف مكان الخياطة ما يبانش إن هو مقطع. تمام، فدي محتاجة إبرة 12 قماشة خفيفة، يعني رقم مقاس إبرة قليل. أو مثلا تلاقي حاطط إبرة 12 على الجينز، مستحيل هتخيط. انت اما تيجي تعمل أول غرزة الإبرة تتكسر. ليه؟ لأن الجينز خامة تقيلة، الإبرة 12 رفيعة مش هتستحمل. وهنا تبدأ بقى البهدلة والشكوى. الخيط بيقطع، غرزة بتفوت، القماش بيكلكع تحت الدواسة. والحل بسيط جدا، اختار رقم الإبرة صح. انت لو اخترت رقم الإبرة صح، شغلك هيطلع بفينش جميل جدا، وشغلك مظبوط ومش هيبقى فيه أي غلطة. وأنا النهاردة عشان أديك فيديو من أقوى الفيديوهات اللي محدش بيقول المعلومات دي يا جماعة، إن أنت تستفاد منه وتعرف إزاي إن الإبرة تركب على القماشة دي. أنت من نفسك هتبقى عارف ومش هتغلط فيها تاني. خلينا نبدأ بإذن الله. إبرة مقاس 12. الإبرة دي خفيفة هادية، بتتعامل مع القماش الحساس. لو في قماش بيخاف فهي بتخاف عليه أكتر منه. أنت فاهمني؟ يعني لو القماشة ضعيفة جدا ما بتستحملش سمك إبرة تخين، فهي ما شاء الله بتدي غرزة مظبوطة وبتطلع لك فينش حكاية. أنواع القماش اللي بتمشي عليه الإبرة دي اللي هي مقاس 12: رقم واحد الشيفون، الستان، الباترينا، الطرحة الخفيفة. أي خامة رقيقة لدرجة إنك لو شدتها جامد تنقطع، إبرة رقم 12 ناعمة جدا، وبتدخل القماش بدون ما تسيب علامة ولا تعمل شد ولا قطع. بس خد بالك، لو استخدمتها على قماش تقيل هتتكسر على طول. ده غير إنها تدي غرزة ضعيفة. فلازم تتأكد إن أنت معاك إبرة مقاس 12 تركب على قماش شيفون، الستان، الحاجات الخفيفة دي يا جماعة. تاني نوع معانا من الإبر مقاس 14. تمام، دي بقى بنشتغل بقى يوميا في الورش وفي المصانع، يعني 90%. إبرة 14 دي يا جماعة هي الإبرة الوسط اللي بتمشي على معظم الخامات. القماش اللي يناسب مقاس 14: قطن خفيف، تيشيرتات، التريكو، الفسكوز، فساتين، حاجات يا جماعة اللي هي فيها قطنيات خفيفة. إبرة 14 دي بتديك توازن ممتاز، لا بتقطع قماش ولا بتتعب ماكينة ولا بتتكسر بسهولة. لو انت شغال على ماكينة بيتي، الإبرة دي هتعيش معاك جدا وهتكمل معاك من غير ما تتكسر ولا يطلع أي عيب في القماش. الإبرة دي ميزتها إنها كويسة جدا في الشغل. ما بتقطعش معاك خيط لأنها إبرة ناعمة خفيفة، و90% من الناس بتشتغل بيها. تمام، لأن شغلنا كله يعتبر قطنيات خفيفة. تمام، فإبرة دي ممتازة جدا وبتستحمل وبتعيش معاك وشغلها جميل جدا. بس طبعا
ما ينفعش تشتغل بيها على الجنس. أولا مش هتديه غرزة مظبوطة، ثانيا هتقطع منك خيط، ثالثا وده أكيد مش هتكمل معاك كتير وهتتكسر منك. وهنا يا جماعة محدش يستهون بكسرة الإبرة في المكن، لأن الإبرة لما بتتكسر، الكروشيه ده يا جماعة فيه زي خطاف. الخطاف ده حاجة خفيفة جدا كده، بوز خفيف كده، تمام. ممكن لما الإبرة تتكسر تخبط البوز بتاع الكروشيه ده فيتكسر. الكروشيه ده دلوقتي عامل له 700 800 جنيه. كل ده عشان انت غلطت في مقاس إبرة واقفة ب5 جنيه ولا 4 جنيه، هتدفعك 800 جنيه تمن كروشيه. فانت لازم تاخد بالك جدا من مقاس الإبرة ونوع الخامة اللي انت شغال فيها. وانا هنا بقولك على المقاس والنوع اللي تشتغل فيه، صدقوني مش هتسمع الكلام ده في أي قناة تانية. كده وصلنا لإبرة رقم 14 واتكلمنا عن مقاس 12. كده بإذن الله نتكلم عن رقم 16. الإبرة بقى رقم 16 كده بدأنا ندخل على التقيل شوية. إبرة 16 دي معمولة للأقمشة المتوسطة اللي فيها سمك واضح، بس برضه مش جنس تقيل، في جنس خفيف طبعا. القماش المناسب ليها جبردين، كتان، ميلتون خفيف، جنس خفيف، الأقطان التقيلة، الأقمشة الشتوي المتوسطة. الميزة في الإبرة دي يا جماعة إنها قوية، بس ما بتجرحش القماش، ما بتقطعوش. في قماش خفيف لو انت اشتغلت عليه بإبرة مقاس أعرض أو أتخن، تيجي تبص في القماشة بعد ما خيطتها تحس إنها مخرمة مقطعة. ليه؟ لأن سمك الإبرة أعرض من القماشة سمكها خفيف، فلازم بتشتغل بإبرة نفس مقاس القماش. فهنا الإبرة 16 بتمشي على الجنس الخفيف، بتديك متانة في الخيط، غرزة مظبوطة، شغلك طالع نضيف وبفينش عالي، وفي نفس الوقت شغالة معاك ومش هتتكسر ولا هتقطع قماش، لأنها الإبرة المناسبة لنوع القماش اللي انت شغال فيه. تمام. فانت هنا لازم تختار الإبرة الكويسة المناسبة لنوع القماش اللي معاك. إبرة 16 لقماش جينز خفيف، لأن في قماش جينز تقيل ده هنتكلم عليه قدام، ده ليه مقاس تاني من الإبرة. فأنت هنا لازم بتختار رقم الإبرة الصح المناسب للقماش اللي أنت شغال فيها. دايما حطها في دماغك قاعدة كده: إبرة خفيفة قماش خفيف، إبرة سمكها تخين قماش سمك واضح. تمام. انت لو حطيتها كده قاعدة في دماغك بإذن الله مش هتغلط فيها تاني. لأن يا جماعة ما تستهونش بإن الإبرة بتتكسر، صدقني. ممكن إبرة تتكسر معاك غلط تعمل لك مشكلة جامدة أوي في المكنة. معانا بقى إبرة رقم 18، ودي بقى تبدأ تدخل في مرحلة الشغل التقيل بجد. إبرة 18 معمولة للمشاوير الصعبة. يعني إيه مشاوير صعبة؟ أنا شغال في خامة جينز تقيل، ميلتون تقيل، البنطلون اللي فيه أكتر من طبقة، الجواكت، الخامات اللي فيها طبقات كتير فوق بعض. هنا الإبرة 18 مقاس 18 بتستحمل معايا الضغط ده وبتدوس وما بتعملش أي مشكلة في المكنة، وبتدي غرزة كويسة، وكل حاجة بتطلع من تحتها تمام. غرزة ماسكة، الخيط مش عايم، متماسك في القطعة اللي انت شغال فيها. وعشان كده تلاقي معظم الصناعية في المصانع اللي شغلهم كتير وإنتاجهم كتير بيشتغلوا بقى تقريبا، لأنها تدي قوة في الغرزة وثبات في الشغل. تمام. لأنه هو عارف طبعا، هو مركب الإبرة 18 لأنه شغال في خامات تقيلة. يعني هو لو شغال في خامات خفيفة مش هيشتغل بسمك إبرة رفيع، لا، هو مختار الإبرة الصح على القماش الصح، لأنها هتريحه جدا في شغله. لأن يا جماعة هقول لك حاجة: هو لو اشتغل بإبرة خفيفة على قماش سمكه أتخن، الإبرة هتتكسر، ولو خيطت مش هتخيط معاك غرزة مظبوطة، هتبقى غرزة خفيفة وناعمة، عايمة، القماش مش ماسك في بعضه، انت مش مخيط أصلا، وهي هتتكسر منك مش هتكمل. واوعى تستهون ان الإبرة تتكسر في المكنة، لأن لها مشكلة كبيرة جدا بتتسبب فيها. انت ممكن الإبرة لما تتكسر في المكنة تخبط الكروشيه. الكروشيه ده يا جماعة ليه بوز قدام كده خطاف، ده اللي بيلضم الفتلة بتاع الإبرة مع الفتلة بتاع المكوك من تحت، تديه غرزة اللي انت بتشوفها قدامك.
فالخطاف ده رفيع، لو الإبرة نزلت خبطت فيه بيتكسر. الكروشيه ده تقريبا عامل له 1000 جنيه، ده نضيف. يبقى كل ده مشكلته بسبب إبرة ضعيفة خفيفة. انت يعني آخر مقاس معانا هو مقاس 20. دي آخر حاجة في أنواع الإبر تقريبا اللي احنا بنحتاجهم. تمام. إبرة قوية بدرجة كبيرة جدا، لكنها ما تنفعش طبعا على القماش الخفيف، لأن دي إبرة مبالك 20 سمك 20، محتاجة جلد صناعي، قماش سميك جدا، طبقات متعددة، بيشتغلوا بيها في الشنط. فانت طبعا تشوف الشنطة الجلد سمكها عامل ازاي، فبتبقى محتاجة إبرة عاملة ازاي. أنا هسيبك انت تتخيلها يعني. فالإبرة دي تخيل انت هتشغلها على قماشة شيفون ستان، مستحيل، مش هتنفع. فيا جماعة اختيار الإبرة بيبقى على حسب نوع الخامة. خامة خفيفة يبقى محتاج إبرة سمكها خفيف، خامة تقيلة محتاج إبرة سمكها تخين. دلوقتي هقول لك جدول، لو حفظته خلاص يعتبر مش هتقع في غلط اختيار الإبرة المناسبة للخامة اللي شغال فيها تاني. ركز معايا واحفظ الجدول ده كويس قوي. إبرة مقاس 14 هتشتغل على الشيفون، الستان، الطرح. إبرة 18 قطن خفيف، تريكو، فيسكوز. 16 الجبردين والكتان والجنس الخفيف. 20 الجلد الصناعي والقماش القوي جدا. وبصراحة الغلط في اختيار الإبرة بيعمل مشاكل كتيرة قوي، ودايما بنشتكي منها، وبالذات الجماعة المبتدئين معانا مش عارفين المشاكل دي. فأنا هنا بقولك المشاكل دي عشان انت هتسمعها خلاص انت بقيت اسطمبة في دماغك حفظتها. المشاكل اللي الإبرة بتعملها: أول حاجة الخيط هيقطع، 2 الإبرة هتتكسر والغرزة هتفوت، القماش مش هيسحب معاك، شكل الشغل هيبقى مش كويس خالص، والماكينة صوتها هيبقى عالي. لكن انت بمجرد ما تختار الإبرة صح والمقاس الصح، بعد ما تحفظ المقاسات اللي انا قلتها لك دي، هتحس ان الماكينة هديت، القماش ماشي كويس، الشغل بقى نضيف، كأن غيرت الماكينة كلها. هديك شوية نصايح برضه لازم تحفظها كويس قوي قبل ما نختم. لازم اديك شوية نصايح كده، طبعا لو طبقتها شغلك هيفرق فورا. غير الإبرة دايما كل أسبوع لو شغلك كتير. لو سمعت صوت غريب أو في خبطة في المكنة اعرف إن الإبرة اتقصفت. وزي ما قلت لك الإبرة لو اتقصفت ممكن تكسر منك كروشيه، والكروشيه طبعا غالي مقابل سعر الإبرة. لو القماش بيتسحب يبقى رقم الإبرة كبير عن القماشة، هتلاقي القماشة بتكلكع مش ماشية مظبوط. لو الإبرة بتتكسر اعرف إن الرقم بتاعها صغير والقماشة سمكها أتخن. الخيط لازم يناسب الإبرة والقماش، الخيط يكون نظيف. ويا جماعة على فكرة الخيط بيفرق جدا في الشغل، وبيعيش وبيميز شغلك عن الناس. ما تستخدمش إبرة مادية رديئة بتبوظ كل حاجة انت كده يعتبر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلت لحد هنا فانت فعلا مهتم بشغلك، وده أهم سبب يخليك تطور من نفسك. لو استفدت مني ادعمني بلايك واشتراك عشان اقدر اكمل واقدم لك حلقات اقوى. قول لي تحت لو عايز مثلا الحلقة الجاية تكون عن ايه، انواع خيط، انواع مكن، نصايح واسرار. انا سعيد واستنينه في فيديو قوي جدا قريب.